إيريك جيريتس مدرب المنتخب الوطني مواليد سنة 1954. هذه كرة جميلة، ضربة رأسية، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف لفائدة المنتخب الوطني بواسطة بن هندا. هدف يأتي عن طريق مدافع، إذا النتيجة كتغير وكتصبح عن طريق كرة ثابتة. وكما قلت في بداية التعليق منذ لحظات بأنه بالإمكان المنتخب الوطني يسجل عن طريق الكرات الثابتة اللي ما كانش عنده حلول كثيرة في وسط الميدان. هدف 1-0 إذا لفائدة المنتخب الوطني. 26 دقيقة الآن تلاحظوا خرج وفي المكان المناسب المهدي بن عطية يتمكن من تسجيل تمريرة. كبن الشيخة عرفوا بأن نتيجة المقابلة مهمة بالإضافة إلى القيمة ديال هذا الديربي المغربي. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني، كرة اتجاه مروان الشماخ، هذه فرصة، هدف مروان الشماخ، هدف جميل بالنسبة للاعب مروان الشماخ، واحتفالية كبيرة هنا بمدينة مراكش. إذا هدف جميل انهى مروان الشماخ باحترافية كبيرة. الهدف الثاني غادي الأكيد سنتابع الإعادة، الأكيد سنتابع الإعادة وسنشاهد الفرحة ديال مروان الشماخ. هدف كيعني الشيء الكثير. لاحظوا التمريرة جميلة، ربما التمريره ديال بن عطيه غادي نتاكدوا لانه التمريره يمكن نقول بان مروان الشماخ نهى العمليه بشكل جيد وقام بالدور ديالو كهداف. ولكن نتمنى نتمنى من زميلي بمهاودي يعطيني الكره الاولى اللي خرجات، وتنظن بن عطيه ربما في المقابله، ولكن تنظن بانه الدور اللي تيلعبوا حسين خرجه تيلعب على مستوى ديال فرصه لفائده المنتخب الوطني. هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني بواسطه يوسف حجي يسجل الهدف الثالث. كما قلت اخطاء كثيره ديال اللاعبين الجزائريين، هناك احتجاج ديال اللاعبين الجزائريين بان هناك تسلل، ولكن الهدف الثالث لفائدة المنتخب الوطني، الهدف الثالث اللي جاء عن طريق حملة جميلة قاد المنتخب الوطني، وكان ربما استفد بشكل كبير من الخطأ اللي كاين على مستوى الدفاع. كما قلت خلال بداية الشوط الثاني كانت 3 ديال الفرص، الفرصة الرابعة تعطي الهدف لأنها كانت أخطاء كثيرة. اعتقدوا اللاعبين الجزائريين بأن كاين هناك تسلل. إذا الهدف الثالث بواسطة يوسف حجي اللي معروف عليه الاستفادة من مثل هذه الكرات. كان هناك خلل وأخطاء متعددة على مستوى الجزائري، ولكن تدخل جيد ديال حسين خرجة استرجع كرات كثيرة. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني، هذه فرصة هدف رابع لفائدة المنتخب الوطني، هدف رابع. اعتذر الجمهور لانه الهدف كان مفاجئ، لانه وصلني يعني كمية كبيرة من الماء بجانبي الزميل أزدون وكذلك الزميل طلال على القناة الثانية، ولكن في الوقت اللي كنا مشغولين تسجل هدف رابع. إذا غادي نشاهدوا الهدف الرابع لفائدة المنتخب الوطني. وقلت يعني اللاعبين الجزائريين انهاروا بشكل كبير. أسامة السعيدي مراوغة جميلة وهدف جميل هدف جميل ديال أسامة السعيدي اللي كيختم التألق ديالو. لاحظوا المراوغة
لاحظوا التقنيات العاليه والهدف بين الارجل ديال مبولحي 4-0 الان لفائده المنتخب الوطني.